السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا هانيين وتكونوا في احسن احوالكم. قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والف سلام. اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم وصفه تاع فلفل مرقد، يجي بزاف بنين ويجي اللون تاعو صفر كما راكم تشوفوا. واي وحده ما تنجحش معاها الوصفه تاع الفلفل المرقد ننصحها بهذه الوصفه، راح ينجح لها وراح تفرح بالنتيجه، لانه هذا الوصفه اكسبريس في النهار اللي ديريه راح تقدري تاكليه. اذا قبل ما نبداو في الوصفه ما تنساوش تدعموني بجيم واشتراك في القناه، ونروحوا نبداو في الوصفه تاعنا. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنايا كنت جبت كيلو تاع فلفل حار، بعد ما كنت غسلته نجيب موس ونبدا نثقب فيه بهذا الشكل. ننصحكم يا البنات تجربوا هذه الوصفه، لانه اذا جربتوها راح تولي الوصفه والطريقه المفضله عندكم باذن الله، لانه النتيجه تاعو ولا اروع، وثاني اكسبريس في نهار واحد تخدميه وتقدري تاكلي منه. اذا بهذه الطريقه نكمل نثقبهم كامل. بعد ما كملت ثقبتهم كامل نجيب قدره ونستحق هنايا كاس تاع زيت وملعقه كبيره تاع ملح والماء، نحط فيها هذاك الفلفل بهذا الشكل، نحطوه كامل. بعدها نفرغ معاه كاس تاع زيت، ملعقه كبيره تكون معمره تاع ملح والماء. نفرغ الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني. بعدها ندير القدره تاعي على النار لازم تكون زايده. كي تشوفوه بدا يغلي نقصوا النار نديروها في المتوسط ونخلوه يطيب لمده 10 دقائق، لكن اذا حبيتوه يجي شاد روح شويه خلوه لمده 5 دقائق فقط. بعدها نعاودوا نقلبوه للجهه الثانيه ونزيدوا نخلوه لمده 10 دقائق وقت اخرى، لكن اذا حبيتوه ما يجيش طايب بزاف خلوه غير 5 دقائق. هنايا راك تشوفوا معايا كيف راني نقلب فيه. بعد ما كنت خليته طاب من الجهه التحتانيه نعاود نقلبوه باه يطيب من الجهه الاخرى. البنات انا كنت درت كيلو، لكن اللي يحب يدير كميه اقل من هذه يقدر، تقدروا ديروا رطل، لكن بالنسبه للماء ديروا كاس، ما ديروش 2 كيسان، والزيت ديروا نص كاس، والملح ديروا نصف ملعقه تكون كبيره، يعني ديروا نصف المقادير اللي كنت درتهم انا نكمل نقلبهم كامل. واللي ما يحبوش يجي طايب بزاف يخليه غير 5 دقائق. بعد ما نكمل نقلبهم نغلق عليه ونخليهم يطيبوا. كما انا كنت خليتهم لمده 10 دقائق. بعد ما كانوا طابوا نضيف لهم نص كاس تاع خل، نخلطهم بهذا الشكل، نحطهم بجهه ونخلي في الحار يبرد. بعد ما كان برد هذاك الحار نعاود نولي ليه. هنا كنت جبت بلاره وكمون وزوج سنينات تاع ثوم، نحط كامل هذاك الفلفل الحار في البلاره. في هذه المرحله رايحين نكهوا الحار تاعنا، وهذه مرحله اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا لا. نحطوه كامل. بعد ما كنت حطيت نصف الكميه نسكرفج سنينه تاع ثوم، ونحط هذاك الكمون، نحط منه غير شويه، ونزيد نحط نصف الكميه الاخرى اللي كانت بقات لي. فوالا راني حطيته كامل. نزيد نسكرفج سنينه دوزيام تاع الثوم، ونكمل نحط الكمون، ونفرغ فيه هذاك الماء اللي كان طاب فيه الفلفل الحار، نفرغه كامل، ونغلق على البلار تاعي ويولي الفلفل الحار تاعي واجد كما راكم تشوفوا. وفي الاخير اخواتي الوصفه تاعنا اليوم حاضره معايا الفلفل بعد ما كنت رقدته. كما كنت قلت لكم في الاول هذه الوصفه اكسبريس في نهار واحد تخدموه وتاكلوا منه، يجي البنه تاعو ما شاء الله واللون تاعو صفر
كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه وتعجبكم النتيجه وتبداو تعتمدوا عليها. اذا لحقنا نهايه الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله نكون كنت خفيفه عليكم وتكونوا استفدتوا معايا. اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم تنسوش تدعموني بجيم واشتراك في القناه، والى الملتقى في فيديو اخر. مع السلامه.